من ضمن فقه الأولويات في رمضان تعاملنا مع القرآن الكريم، يعني أيهما خير، أن تختم القرآن بدون تدبر أو أن تقرأ آية واحدة ولكن بتدبر؟ وابن القيم يجيب على هذا الأمر، فهو يقول: قراءة آية بتفكر وتدبر خير من ختمة بغير تدبر، فهي أنفع إلى القلب وأدعى إلى حصول الإيمان وتذوق حلاوة القرآن. أود أن أقترح عليكم في هذا الشهر أن نطور من تعاملنا مع القرآن الكريم، فكل شخص يضع هدف له عدد المرات التي يريد أن يبكي فيها من قراءة القرآن، بدلا من الأمر الذي اعتدنا عليه في السابق اللي هو كم مرة أختم القرآن. وهذه المنهجية، هذا التغيير في المنهجية بإذن الله سيكون له أثر كبير في القرآن الكريم على قلوبنا بإذن الله سبحانه وتعالى.